تعرف ايه الفرق بين مريض الزهايمر واي مرض تاني؟ ان اي مريض بيكون فاهم هو تعبان من ايه، وبالتالي عارف ايه العلاج اللي هياخده ورايح المستشفى يتعالج من ايه. اما مريض الزهايمر الموضوع عنده مختلف، لما بيتعب اوقات كتيره ما بيتقبلش فكره ان هو يتحرك من مكانه ويروح يتعالج، وبيرفض يروح المستشفى ويخاف من اي مكان جديد، وبالتالي ده بيخلي رحله العلاج صعبه عليه كمان على اهله. في معلومه غلط عن مرض الزهايمر ان اكتشافه في سن كبير، في بعض الحالات ممكن يظهر ليها بوادر المرض ده من سن ال40 وال50. بتبدا بنسيان متكرر بشكل غير طبيعي، وتكرار نفس الكلام، ونسيان المواعيد، ويلاقي لخبطه في ابسط التفاصيل. وعلشان كده مستشفى عبله الكحلاوي ده مش مجرد مكان بيستقبلوا فيه المريض وخلاص، دي بتعتبر اول مستشفى في الشرق الاوسط وفي افريقيا كمنظومه متكامله لدعم ومعالجه مرضى الزهايمر، مش للمرض ده بس، لكن لعلاج اي امراض تانية ومضاعفات صحيه تانية، لانه مش هيتقبل ان هو يتحرك من مكان لمكان. وده طبعا بيوفر على الاهل معاناه النقل من مكان لمكان، وكمان رفض المريض وخوفه وتعبه كل مره. وحقيقي لما عرفت الاثر الانساني للمشروع ده ما ترددتش ان اتكلم عنه معاك. وانت كمان تقدر تساهم لو حتى بنشر الفكره. المستشفى باذن الله هتكون جاهزه في الشهر ده اللي هو شهر مارس، وبتستقبل الزكاه والصدقات، وهسيب لكم كل التفاصيل في وصف الفيديو. يمكن مشاركه منك تكون سبب في راحه مريض وتخفيف عبء كبير على اهله.